بداو الدراري كيجيو وتجمعنا كاملين ودرنا البلان اللي غادي نديروه عاوتاني باش نمشيو لداك السبيطار اصلا قريب للكوان فين كنتجمعو. المهم داكشي اللي كان تحركنا نيشان لداك السبيطار وتجيني نيشان على ديك البلاكه اللي دايرين فيها ممنوع الدخول. مشينا و تيبان لنا الباب كامل مهرس و دايرين ليه غير الخشب وبينه واحد الفتحه محلوله. المهم دخلنا من ديك الفتحه و تيبان لنا الظلام بزاف. شعلنا الفلاش ديال التليفونات وبدينا كنتمشاو وكندورو على كل شومبر وما كيبان لنا حتى شي حاجه. دقت للدري عشيري وقلت له واش حنا هكذا داير زهرنا ولا كيفاش؟ حنا زعما والو ما نشوفوش الجن. المهم بدينا تندورو هنا تيبدا شويه الحماس باش تنسمعو شي حاجه طاحت في واحد الشومبر. مشينا تنجريو وتيبان لنا شاجم على قدو طايح في الارض. ديجا اصلا الشاجم ديال هاد السبيطار مهرس فيهم الجاج كاملين حيت الدراري ولا الدرب تيتيريو عليهم بالحشر. المهم تيبان لينا داك السرجم طايح في الارض. قال لي الدري عشيري بلي راه غير البرد اللي يكون طيحو وانايا عندي واحد الفكره واحده اخرى بلي ماشي البرد اللي غادي يكون طيحو. المهم مدرناش في بالنا وبدينا كندورو ومازالين تندويو وتنغوتو على الله ياك ما تبان شي حاجه. حتى لواحد اللحظه تندور راسي غير باش نشوف كيبان لي واحد الموس مرمي في الارض. عيطت للدراري وقلت لهم اش داكشي. نطقوا على الدري من الدراري كاملين وقال لي راه موس. قلت له ولكن ياك دزنا من الطريق وما بان لنا حتى شي حاجه. قال لي ما عرفتش. مشينا لداك الموس وكان شوفوه مصدي كامل وبينا فيه شوي ديال الدم. قلت لهم الدراري بلي هادشي هذا بدا كيصعب وقيلا فرينيت هاد السبيطار مسكون. نطقوا على الدري وقال لي خويا انا ما غاديش نزيد نجلس هنا خصني نخرج ضروري. بغيت اخويا نبقى حي ما بغيتش اخويا نتشير ولا توقع ليا شي حاجه. قلت له لا صاحبي ما تخافش حنا معاك. قال لي لا خويا بغيت نخرج دابا. قالوا لي الدراري كاملين باللي باغيين يخرجوا وانا تحاول نشجع فيهم والو ومبغى حتى شي واحد يزيد يجلس. حتى من الدري عشيري خالد قال لي خصنا نخرجوا منين الدراري بغاو يخرجوا خصنا نخرجوا كاملين. المهم داكشي اللي كان غاديين خارجين حتى تكلقاو قدامنا واحد الراجل رجليه طوال بزاف تيبانو بحال ديال البقره ومتكي على الباب ديال واحد الشومبر. ما تيشوف فينا تما كنت تكون الصدمه فاش تلقاو كاع ما عندوش الوجه وعنده غير الجمجمه بوحديتها. تما كنت تشوف الدراري كاملين تيجريو وما عارفينش راسهم فين غاديين وانا تنحاول نهدأ فيهم وتنقول لهم غير سكتوا غير سكتوا يلا نمشيو ندوزو على الطريق هادي الا رجعتوا راه غادي طرا لكم شي حاجه. والو حتى واحد ما بغيش يسمعني. شديت الدري عشيري خالد قلت له دابا اشنو غادي نديرو؟ قال لي ما عرفتش والله عرفتي شنو غادي نديرو عندك شويه كونيكسيون؟ قلت له قال لي طلق القران. قلت له واش انت مسطي غادي طرا لنا شي حاجه صاحبي السبيطار كامل عامر بالجنون واش تبغيتينا نتشير ولا يطرا لنا شي حاجه واصلا ما معناش شي فقيه هادشي غير في يوتيوب ما محال واش غادي يعطي شي تاثير اللي كبير وانا غادي نكونوا جبدنا على راسنا الصداع بزاف. قال لي وشنو غادي نديرو؟ قلت له ما عندنا حتى شي حل غادي نقصو من شي سرجم. قال لي ولكن حنا صاحبي راه قلت له حنا في ليطاج الثاني ولا نقزنا نقدروا نتقاسو في رجلينا ولكن اللهم نتقاسو شويه في رجلينا ولا نسكنوا اخويا. قال لي عرفتي شنو غادي نديرو؟ غادي نقصو. عيطت للدراري كاملين والو حتى واحد ما بغى يسمعني لانه الدري ديك الساعات ما فكرنا غير في راسنا. مشينا للشرجم اللي كان في الشومبر اللي حدانا طلعنا ونقصت انا الاول وتبعني الدري عشيري. تما كنت نصدمو فاش كنشوفو الدراري كاملين تابعينا وتينقصوا. المهم نقصوا كاملين وقالوا لي بغيتو تخليونا بوحديتنا. قلنا لهم لا راه عيطنا لكم ولكن نتوما ما كنتوش كتسمعونا وكنتو غير كتجريو. قالوا لينا دابا نتوما شوفوا فين وصلتونا دابا 100% نكونوا تسكننا صاحبي ماشي حشومه عليكم. نطقت وقلت لهم كيفاش حشومه علينا راه كلكم حتى نتوما قلتوا بلي راه باغيين ندخلوا راه ماشي غير انا وخالد. قالوا لي ولكن نتوما هما اللي قلتوا لنا اصلا هاد السبيطار هذا مو كان قلتوا لنا شي حاجه اخرى وكان كاع ما لقاوش فيها كاع الجن بحال هكا. قلت لهم نتوما اللي بغيتوا تدخلوا ما سوقناش فيكم. قالوا لي من هنا لقدام ما نتوما عشراننا ما حنايا عشرانكم. تحركوا دوك 4 ديال الدراري وبقيت انا وخالد. قلت له دابا شنو غادي نديرو؟ قال لي نمشيو لديورنا. بديت تنتحرك حتى كضرني رجلي. قلت له بدات كضرني رجلي اصاحبي. قال لي حتى انا وقال لي قبيله حيت كان الدم سخون داكشي اللي ما
ضروناش بحال هكدا. قلت له دابا شنو غادي نديرو؟ قال لي غادي نمشيو للدار حتى لغد ليه نشوفوا شنو غادي نديرو له. قلت له صافي. داكشي اللي كان. مشيت للدار وكضرني رجلي. وصلت وقلتها للوالده، قلت لها بلي راه نقصت من واحد المرتفع وبدات تضرني رجلي. قالت لي سير جلس انا غادي ندير لك واحد الدواء. جابت لي واحد البوماده ودارتها لي رجلي كامله. بصراحه كنت كتحرقني شويه رجلي، موراها مشى ليا الحريق. المهم تكيت وداني الناس بصراحه، كان عندي علم بداكشي اللي غادي نحلم بيه ديك الليله، وكان كاع ما نعستش الليل كامل. المهم نعست الليل كامل وانا كنحلم براسي تابعيني بزاف ديال الكلاب، ومره نحلم براسي بلي دارين بيا بزاف ديال المشوش. حتى لواحد اللحظه تضربني الفيقه، تلقى الوالده حدايا وتتقرا عليا القران وفي يديها كاس ديال الماء. قلت لها مالك يا الوالده؟ قالت لي انت اللي مالك من الصباح وانت كتغوت. قلت لها شنو كنت كنقول؟ قالت لي ما فهمتش شنو كنتي كتقول، ولكن كنتي باين لي بحال راك مخلوع، بحال راك تشوف شي حلم اللي ماشي هي هذيك. قلت لها الوالده ما ديريش بالك، راه غير فاش كنت ناس كانت كتوجعني رجلي وصافي. قلت لي شنو طاري لك ولدي؟ الصباح جيتي رجلك كضرك ودابا كتحلم حلمات اللي ماشي هما هذوك، واش طاري لك شي حاجه وما باغيش تقولها ليا؟ قلت لها الوالده ما ديريش بالك. المهم شديت من عند هذاك كاس ديال الماء وانا نزل عليه، ساليته وقلت لها دابا ربيت الناس، راه غدا قاري مع 8 ديال الصباح سنين الناس. قلت لي صافي، طفات الضو مشات رجعت فالاتها. نعست انايا الحمد لله ما حلبت حتى شي حاجه. تكضربني الفيقه مع 7 ديال الصباح، نتلبست وتحرك نيشان ليسي. لقيت مع الدري عشيري وعاودت له البلان كامل. قال لي دبرتي عليها مسخوط باين راك مسكون. قلت له كيفاش مسكون؟ قال لي اغلبيه ديال الناس اللي كيحلموا بهاد الحلمه تيكونوا مسكونين ولا دايرين بهم الجن، ولا تيكون عندهم الجن العاشق. قلت له واش انت باغي تخلعني مع الصباح ولا مالك؟ قال لي هادشي اللي على حسب ما تنعرف. قلت له صافي يلا نمشيو ندخلو، راه بنادم. بدا تيدخل القسم. داكشي اللي كان قصدنا القاعه اللي كانت عندنا، كنا قاريين في ديك الساعتين الاولى التربيه الاسلاميه. دخلنا عندها والحصه كامله وهي كتكتب في الدروس وانا كنكتب موراها، وكاع ما فاهم حتى شي لعبه حيت الدماغ ديالي مرفوع. المهم حتى لواحد اللحظه تتشوف فيا وسولاتني على شي حاجه اللي ما عقلتش شنو سولاتني، حيت كنت مرفوع وما فاهم حتى شي حاجه وما كنتش مركز. عاودت سولاتني وقالت لي ولدي محمد شنو طاري معاك؟ قلت لها والو الساده، طارين لي شي مشاكل وصافي. قلت لي من مشاكل؟ قلت لها بصراحه هادشي خاص. قلت لي صافي. رجعت للسبوره وبدات تكتب. حتى شي شويه تنسمع جرسي دق. فهاد اللحظه تنتصدم حيت ساعتين دغيا دازت. كيفاش؟ واش زعما بهاد السرعه؟ ولا حيت كنت كنفكر وما كنتش شاغل بالي مع الحصه. خرج كلشي ويلا بغيت نخرج حتى انا وخالد، وهي تعيط لي الاستاذه وقالت لي اجي. بغى يرجع معايا خالد وهي تقول له لا انت غير سير، بغيت محمد بوحدو. مشيت لعندها للبيرو ديالها وقالت لي جلس في ديك الطاوله. جلست في الطاوله اللي قدامها وقالت لي شنو طاري معاك ولدي؟ شتك مهموم في هاد الحصه وكاع ما مركزش معايا، وانت بالعكس في اي حصه تكون مركز معايا، والتربيه الاسلاميه هي اعز ماده عندك على حسب ما كيقولوا لي صحابك. قلت لها استاذه بصراحه راه طاريني معايا شي مشاكل وصافي. قلت لي من مشاكل؟ عاودت لها البلان كامل على ديك الحلمه وقالت لي بصراحه ولدي انا على حسب ما تنعرف هاد الحلمات تيحلموهم غير الناس اللي كيكونوا مسكونين ولا تيكون عندهم الجن العاشق. قلت لها داكشي اللي قال لي صاحبي ولكن ما تيقتوش. قالت لي داكشي اللي قالك صاحبك راه هو اللي بصح، داكشي علاش خصك تمشي عند شي فقيه ولا شي حاجه اللي يقدر يدير لك شي حاجه باش ينفعك. قلت لها ولكن ما بغيتش نقول للوالده هادشي باش ما نخلعهاش. قلت لي ضروري خصك تقولها لها في اقرب وقت. قلت لها صافي استاذه شكرا بزاف. خرجت وتحركت نيشان عند الدري شيري. قال لي شنو قالت لك الاستاذه؟ قلت له والو غير سولتني على الدروس واش تنكتبهم وصافي. قال لي سولتك على الدروس فتشويد الوقت؟ قلت له بصراحه سولتني على شنو طاري معايا. عاودت لها البلان كامل. قال لي وشنو قالت لك؟ قلت له قالت لي باللي انا يا مسكون. قال لي ورا داكشي اللي قلت لك اصاحبي واش انت ما كتسمع لياش؟ قلت له بصراحه كان كيحسب لي بلي راك تضحك عليا وباغي تخلعني. قال لي شوف بصراحه خصك تزور شي فقيه ولا شي حاجه هو اللي غادي يقولك شنو خصك دير. قلت له صافي في اقرب وقت غادي نحاول نقولها للوالده. قال لي علاش ما ديش تقولها لها اليوم؟ قلت له بصراحه ما بغيتش نخلعها، بغيت نتاكد بعدا من هذا الشيء. قال لي صافي اللي بان لك اخويا.
فهاد الوقت هذا تنكون وصلنا للسيكتور. مشيت انا للدار ومشى هو لدارو. دخلت لقيت الفطور مازال محطوط في الطبله. بديت تنعيط للوالده وما لقيتهاش كاع في الدار. قلت هادي تكون غير خرجت مشات عند صاحبتها ولا شي حاجه. المهم بديت تناكل حتى شي شويه تنسمع الوالده داخله مع الباب. جات لعندي وسلمات عليا. قلت لها فين مشيتي؟ قالت لي بلي مشات عند صاحبتها. قلت لي ماهيش راك قاري في العشيه؟ قلت لها قاري مع 3. علاش؟ قالت لي شحال قاري من ساعه؟ قلت لها قاري 3 السوايع الاخرين. قالت لي صافي. قلت لها علاش كتسوليني هادشي؟ قالت لي والو، علاش مالي ما نسولكش؟ قلت لها صافي. المهم داكشي اللي كان داز داك النهار وداز تقريبا 4 ايام، وكل ليله تنحلم ديك الحلمه لدرجه وليت تنقدر نحط الراس ديالي على المخده في الليل، وكان سهر لمده لي طويله واخا هكاك تنحلم نفس الحلمه. حيت ضروري خصني الناس. المهم فواحد الصباح قررت انني غادي نقول للوالده هادشي ومشيت لعندها. قالت لي واش مشيتيش للقرايه؟ قلت لها ما غاديش نمشي اليوم. قالت لي علاش؟